السلام عليكم، معكم دوك تيك توك. الموضوع ديال اليوم هو شعالي العوافي. علاش بغيت نتكلم على هذا الموضوع؟ لانه مؤخرا واحد الفيديو انتشر اللي في مدينه سلا ديال واحد الشاب غادي يمشي لواحد العربه، يعني السياره اللي كتهز السلعه، وغادي يشعل العافيه في السلعه اللي اللور وغادي يهرب. دونك حنا غادي نتكلموا على شعالي العوافي من الناحيه الطبيه. اذا من الناحيه الطبيه كاينين زوج ديال شعالي العوافي. الاول هو اللي عنده لا بيروماني، المرض ديال لا بيروماني ولا البيروماني، هو اللي كيشعل ديك العافيه. كيكون عنده الهوس ديال اضرام النار، بمعنى انه كتجي واحد لا طونسيون، كيجي واحد التوتر، كتلقاه يعني فيه واحد ليكسيتاسيون باش يشعل العافيه، وكيمشي يشعل العافيه. هاد ديك لا طونسيون اللي عنده لداخل هاد كترتاح. الدافع ديالو هنا دافع نفسي اللي راجع من الهوس ديالو ديال اضرام النار، وما تيكونش شي هدف انه يشعل العافيه باش يربح شي حاجه، او لا يربح شي فلوس من لاسيرونس، او لا يخطي شي جريمه، او لا ينتقم بدافع الانتقام. لا، هذا كيشعل العافيه علاش؟ باش يرتاح. لانه كيتلقى الداخل ديالو العافيه شاعله، خصو يشعل العافيه باش يرتاح. وهنا يشعل العافيه في اي بلاصه في اي مكان. يقدر يشعلها في السلعه، يشعلها في الدار، يشعلها في الشركه، يقدر يمشي يشعلها في بعض الحالات، وهذو هما الخطرين. يشعلها في الحيوان، تيكون عنده الهوس يشعلها في الحيوان ويتمتع في ذاك الحيوان، كيتعذب باش يرتاح. او الخطير منه يقدر يشعل العافيه في الانسان. وكاينين هاد الناس، ولكن الحمد لله حالات اللي هما نادرا، ولكن هذا داخل في الجريمه. يعني كيف ما كان الحال، هاد الناس هادو تيتقدموا العداله وكيتم عليهم يعني اقصى العقوبات. واخا يكون عنده داك الهوس، فإلا كان عنده هذا المشكل فخصو يمشي للطبيب ويدير واحد المتابعه باش هكذا يتحكم يعني في السلوك ديالو، في الهوس ديالو. النوع الثاني كيتسمى لانسونديي. هذا كيشعل العافيه بدافع خارجي، سواء يربح الفلوس، مثلا عنده شركه هو داير لاسيرونس ديال التوريسك، يشعل العافيه باش تيشوف راسو غادي يربح. مثلا هو ما خرجاتوش المعادله في العام، يشعل العافيه باش ياخذ تعويضات من لاسيرونس. هذا تيكون عنده الدافع. في حال ما تثبتت عليه هذه المساله، فهنا كيتقدم العداله، وهنا كتنزل عليه اقصى العقوبات. كذلك اولا كيكون بدافع انتقام، اي عنده مشكل مع واحد المجموعه من الناس، ولا مع واحد اخر، ولا مع الشركه، ولا هذا يعني سواء كيشعل العافيه باش يقوم بالضرر للاخر. هذا من جهه. هو يقدر في بعض المرات يقدر يوصل انه يشعل العافيه حتى في الانسان، يعني يوصل الجريمه ديال القتل. كذلك من غير دافع انتقام، كاين انه ممكن يعني يشعل العافيه في واحد المكان معين باش يغطي على شي جريمه معينه، اي انه كيمسح المعالم ديال الجريمه باش ما يوصلوش له. اذا كيف ما كان الحال، فهذا الفعل فهذا حتى هو يعني تعاقب عليه القانون يعني باشد العقوبات. دونك انا هنايا غير باش نشرحوا من الناحيه الطبيه يعني الانواع. كاين نوع ثالث دابا ندير عليه فيديو خاص به، حتى هو يعني عنده تحليل اخر وعنده مشاكل اخرى. دابا نتكلم عليه نوع اخر من شعل العوافي. وكذلك ما نساوش كاين شعل العوافي من ناحيه اخرى. دوك الشعل العوافي ما بين العائلات، وما بين الصحاب، وما بين الخوت، وفي الشركه، وفي المكان ديال الخدمه. هادو شعالين العوافي من جهه اخرى، وتا هما هادو بوحدهم، هادو ما نتكلموش عليهم. وقيلا راكم فهمتوني. اذا انا كنضحك معكم. تبارك الله عليكم وصباحكم مبروك. وكيف ديما مع دوك تيك توك. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم.